اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اول وصفه غندير لكم المعسلات هي الكنافه. هاد الكنافه غادي نخدموها بالعقده اللوز، كتجي زوينه وسهله، الطريقه سهله، كلشي غادي يقدر يصاوبها ان شاء الله. غادي نحتاجو في المقادير 4 ديال شعره الكنافه اللي كيتباع عند المحلات اللي كيبيعوا داكشي د سوريا. غادي نحتاجو معاها 150 غرام الزبده مذوبه. انا الحشوه درت جوج شكال، درت وحده فيها لاباط داموند والزبيب والمشماش، وحده درت فيها العقده اللوز. بالنسبه لعقده اللوز هي اللي غنعطيكم دابا. انا غادي نشد الكنافه، غادي ندهنها بالزبده. هذيك 150 غرام الزبده اللي ذوبت غندير معها 2 معالق الزيت وغادي نذوبها. انا كندهن بها دابا هاد الشعر الكنافه. كنحاول ندهنها كامله مزيان. انا غادي نخدم هاد الحلوه في مول السيليكون، ولكن راه بامكانكم تخدموها بلا مول السيليكون، غير في شي كادر هكا الكاطو، شي كاغي ولا هادي كديروا بنفس الطريقه اللي غنخدم انا في السيليكون. غنديرهم انديفيديال، تقدروا ديروها بياسه واحده وتقسموها منين طيب. انا دهنت دابا هاد الكنافه كامله. انا خديت مول السيليكون كنعمر نص ديالو كما كتشوفوا. انا دابا عمرت غير النص. غادي ندير واحد شويه ديال العقده ديال اللوز، وعاد غادي نغطي عاود بالنص الثاني ديال الكنافه. وكنحاولوا نخدموها شويه ندخلوها مزيان في المول، ما تجيش خفيفه، تكون مدكوكه في المول. انا كندير دابا هاد الكويرات ديال العقده اللوز. درت 100 غرام اللوز مع 50 غرام السكر وطحنتهم مع معلقه الزبده صافي، ما درت فيها حتى شي نسمه اخرى. انا كنغطي مازال. دابا انا درت اللوز وكنغطي الباقي. غادي نديها دابا الفران. انا غنبرك عليها بالطاوه مزيان باش تجي بريسي ما تجيش خاويه، وغندخلها للفران هكا مغطيه بالطاوه حتى كتشد راسها شويه، عاد كنحيد الطاوه الفوقانيه باش تحمر. صافي ها هي واجده. انا كنخدمها دابا بالعسل كنغطيها. بالنسبه للعسل اللي صاوبت معكم في الفيديو اللي قبل قلت لكم واحد خفيف وواحد ثقيل. بالنسبه لهاد الكنافه انا كندير لها العسل الخفيف اولا القاطر. هنا انا درت غير هاد العسل كيجي مزيان. هاد الوصفه سهله بزاف صراحه وكتجي غزاله، تاخذ وقت بزاف. بالنسبه للزين تقدروا تزينوها كما بغيتوش، باللي فخوي ساك ولا انا درت لها هنا شويه البيستاش والورد البلدي وصافي. وبصحه وراحه، نتمنى تجربوها ان شاء الله. عواشركم مبروكه، الى اللقاء.